سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. جاي لكم النهاردة في فيديو حاجة كده عظمة زي ما بيقولوا. شايفين الفول وجماله، حاجة كده روعة روعة. تعالوا بقى شوفوا طريقة الفول زي اللي انتوا بتشتروه من بره بالظبط. حاجة بقى بتتعمل في البيت بنظافة وريحته وطعمه حكاية. يلا بينا خشوا شوفوا الفيديو وكملوا له الاخر، وباكتبوا لنا في الكومنتات انتوا بتشوفونا من اي بلد. وكل سنه وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى يا حبايب قلبي نبدا الفيديو. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. بصوا بقى الفول انا نقعاه في ميه دافيه، معاه حمص وفول مدشوش. فول ايه مدشوش؟ انت عامله الكميه دي ليه مستكه؟ انا بعمله وبعينه في التلاجة وبطلع اسخن منه كل يوم قبل السحور، وبودي بقى للاهل والحبايب. بقى هنسيبه بقى يتنقع كده حوالي يتنقع كده، مثلا انا هنقعه بالليل لغايه الصبح. انا مجهزاه اهو ميه دافيه. ليه بقى؟ عشان احنا في الشتاء والجو ايه ساقع شويه. الجو ما شاء الله سبحان الله، ربنا رحيم بينا. سبحانك ربي ما ارحمك، ان الجو حلو وجميل. يلا بقى هنرجع لكم تاني بعد ما يتنقع ايه براحته. حبايب قلبي بقى رجعنا لكم. احنا النهارده تاني يوم. إيه حطينا عليه بقى العدس. عايزه اكلكم. حطينا عدس، والاحمر ده بابريكا. بتقولي ايه يا زوزة؟ يبقى يديها لون زي الكاس. ايوه. وعصرنا ليمونه، وهنحط شويه كركم وراس توم سليمه وطماطميه سليمه، ونحطه بقى على النار. ياخد نار هاديه بقى خالص. نار هاديه، ياخد ويدي مع نفسه. احنا عندنا البتاع ده اهي، الشياطه ده اهي. الشياطه. ولو مش موجوده عادي وطي النار عليها بس، هو يبقى زي الفل. يبقى كده حطينا الفول والفول المدشوش والحمص والعدس الاصفر وراس توم سليمه وطماطمايه وبابريكا وعصير ليمونه وشويه كركم صغيرين. هنحط بقى على النار. لو عايزه تسرعي عمليه النقع بتاعته اعمليها بميه دافيه. فتح معاكم الصوص. ماشي، بس هرجع لكم بقى بعد ما ناخد وندي ونشوف الزبده واللوز اللوز. رجعنا لكم بقى يا حبايبي بعد ما الفول استوى بقى اللوز. بصوا بقى يا حبايبي رجعنا لكم بعد ما استوى اهو. ما شاء الله اللوز ده بقى قاعده بتوزع وتفرق. هنوريه لكم بقى واحنا بنوضبه ونجهزه للسحور. احنا خلاص يا جماعه انا حاطه كده اوريدي عليه ليمون. احط شويه زيت وملح. في ناس بقى بتحبه بخلطه بدقه، لا ولاد بيحبوه كده في السحور. بصوا بقى يا حبايب قلبي، طبعا شفتوا الفول بعد ما استوى وخلص. عسلناه بقى في اكياس تلاجة اللي هو كيس اللبن، نضيف اول استخدام. ونحطه في الفريزر، وقبل ما نعمل مثلا السحور بنطلع واحد. هنشوف مع بعض بقى هنفكه ازاي وهنوضبه وتاكلي احلى طبق فول. طلع زيت وليمون، زيت وملح بس وعليه ليمون. احنا طلعناه اهو يا جماعه بقى بعد ما فك. زي ما زوزة سمعتوها قالت احنا ما بنحبش الفول الا بزيت وملح وليمون احنا بس. في صيام وكده. ايوه، واحنا حاطين كده بالتالي عليه ليمون يعني. ده الملح. هو الفكره يعني شوفوا الفول عامل ازاي. ايوه، شوفوا الفول عامل ده ازاي. بقى طبعا لما يسيح في النار هيبقى حاجه تانيه. هو طالع متجمد من الفريزر. شوفوا الفول عامل ازاي. ما شاء الله. شوفوا الحبايه. شوفوا اهو يا حبايب قلبي، ما شاء الله على ريحته وجماله وطعمه. زبد لوز اللوز. وهنا بقى يا حبايب قلبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شايفين الحلاوه والجمال والطعام؟ هو ده الفول اللي هو بيقول عليه مسمار البطن، بيسد معاكم في الصيام. بس نشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنعمل حاجات كتير جديده ان شاء الله باذن الله، وحاجه العيد وبسكوت العيد ان شاء الله باذن الله كده. ما تنسوش بقى تحطوا لايكات كتير ونشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.